السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ما فيش حديث يعلو اليومين دول في الوسط الرياضي عن حديث عن الصفقات، صفقات النادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي بيراميدز، صفقات داخلية وصفقات خارجية. اول حديثنا عن الصفقات يخص النادي الاهلي. طبعا خلال 48 ساعه حمدي فتحي هيسافر لقطر عشان خاطر توقيع الكشف الطبي عشان انضمام لنادي الوكر القطري. كل التوفيق لحمدي فتحي، لعيب كبير، لعيب ما قصرش لحظه واحده مع النادي الاهلي، لعيب حصد بطولات كتير، ما دخلش بنقطه عرق واحده من ساعه ما انضم في 2019، حقق حلمه، ولعيب ما خذلناش، ولعيب كان قد الثقه. لكن هي دي سنه الحياه. طبعا احنا زعلانين على ان حمدي فتحي ماشي، لكن هي دي سنه الحياه. ربنا يكتب له التوفيق، والنادي الاهلي ما وقفش على حد وعنده رجاله تعوض غياب حمدي فتحي. تاني حديث خاص بحسين الشحات. طبعا ده الحديث اللي كان اكثر جدلا اليومين اللي فاتوا، ان حسين هيمضي، حسين لا مش هيمضي، حسين عنده عرض من السعوديه، حسين الناس الزمالك بيفاوضوا. لكن الاهلاويه ما كانوش عندهم شك ان حسين الشحات هيجدد مع النادي الاهلي، لان حسين هو لاعب بروح مشجع. حسين طول عمره بيشجع النادي الاهلي. حسين لو كان على الفلوس، ما هو حسين ضحى بمبالغ كبيره جدا لما كان بيلعب في الهلال الاماراتي عشان ينضم للنادي الاهلي، لما النادي الاهلي كان في عز الاحتياج ليه. فحسين احنا كلنا كنا مطمئنين هي مساله وقت، وكان حقه يفكر، لكن احنا كنا عارفين ان في الاخر هو قراره ان هو هيكمل مسيرته مع النادي الاهلي. كمان النادي الاهلي جدد النهارده رامي ربيعه 2 وفي الطريق خلال ساعات هيجدد لياسر ابراهيم 3 سنين. ده اللي يخص النادي الاهلي في الصفقات حاليا. في طبعا كلام عن صفقات خارجيه، لكن مفيش حاجه مؤكده حتى الان. اما فيما يخص صفقات نادي الزمالك، فنادي الزمالك طبعا في كلام كتير انه بيفاوض لعيبه كتير جدا بره وجوه، لكن المؤكد ان في تفاوض جامد جدا من نادي الزمالك مع اشرف بن شرقي، وان امير مرتضى منصور موجود في الامارات عشان مفاوضات انه يرجع اشرف بن شرقي، لانها طبعا بالنسبه لهم هي صفقه قبل ما تكون صفقه فنيه، فهي صفقه اعلاميه، وهتبقى فرقعه بالنسبه لهم، فرقعه اعلاميه كبيره يعني. لكن في كلام كمان ان نادي بيراميدز دخل في الصفقه وبيفاوض اشرف بن شرقي، وطبعا ده بيصعب مهمه نادي الزمالك، لان بيراميدز عنده موارد ماديه كبيره وما عندوش مشكله انه يدفع اي رقم لاي صفقه هو محتاجها. نادي بيراميدز كمان النهارده مضى، بعد ما مضى مع يوسف اسامه نبيه، مضى النهارده كمان مع سيف فاروق جعفر، وده طبعا برضه يخص بيراميدز ويخص الزمالك. بعد ما رئيس الزمالك المعزول من يومين كان بيقول ان سيف فاروق جعفر مضى للزمالك 4 سنين، يجي لنا النهارده خبر من اعلامي موثوق بيه زي الكابتن احمد شوبير ان سيف فاروق جعفر انضم نهائيا لنادي بيراميدز، ودي طبعا خبطه كبيره لنادي الزمالك. وزي ما قلنا ان بيراميدز مش خطر على النادي الاهلي، احنا قلنا الكلام ده من سنين، ان بيراميدز مش خطر على النادي الاهلي، هو خطر على نادي الزمالك. بيراميدز السنه دي خد المركز الثاني، المركز المفضل لنادي الزمالك في الدوري، شارك بدل نادي الزمالك في دوري الابطال، وهو كمان اهو بيخلص في اللعيبه اللي الزمالك بيلعبوا في الزمالك او الزمالك كمان بيفاوضهم. تخيل كده ان نادي بيراميدز في كلام كمان ان هو مضى مع يحيى جبران لاعب الوداد، فتخيل يا مؤمن كده ان خط وسط نادي بيراميدز هيكون فيه يحيى جبران، وهيكون فيه وليد الكارتي، وهيكون فيه بلاتو توريه. طبعا هيكون خط وسط ناري. طبعا ده ما يخص صفقات في النادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي بيراميدز، دول كلهم صفقات استعدادا للموسم القادم او البطولات القادمه. النادي الاهلي طبعا عنده زي ما قلنا عده بطولات قادمه، من كاس العالم للانديه، من دوري السوبر الافريقي، من كاس السوبر. نادي الزمالك عنده البطوله العربيه، نادي بيراميدز عنده هيشارك لاول مره في دوري الابطال الافريقي. فيما يخص كاس العالم للانديه، طبعا احنا قلنا النسخه بتاعت السنه دي هتتلعب في السعوديه، اما كلامنا هيكون عن النسخه القادمه اللي هي النسخه الموسعه اللي هتتلعب في 2025. وقع الاختيار على الولايات المتحده الامريكيه عشان تقام فيها هذه النسخه الموسعه. طبعا مشكلتنا مع الولايات المتحده الامريكيه ان هتبقى المباراه الساعه 3:30 الفجر و4 الفجر. بقى انت عارف الفرق بين التوقيت المصري والتوقيت الامريكي، فرق صعب جدا يعني. بس احنا مفيش مشكله عندنا، احنا كان النادي الاهلي برضه من سنوات كان بيلعب في كاس العالم، وكان بيبقى في اليابان، وكانت تبقى الماتشات 6 الصبح، واحنا ما عندناش مشكله ان احنا نطبق ونتفرج على النادي الاهلي ونأزره كعادتنا دائما. طبعا النسخه الموسعه هتلعب في 2025، تلعب بمشاركه 32 فريق لاول مره. لحد دلوقتي في 12 فريق ضمنوا المشاركه، وهم
من قارة افريقيا في النادي الاهلي والنادي الوداد، من قارة اسيا في الهلال السعودي ونادي اوراوا الياباني، من قارة اوروبا في 3 فرق هم ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر سيتي، من قارة امريكا الجنوبية في فريقين من البرازيل فلامينجو وبالميراس، من قارة امريكا الشمالية في فريقين من المكسيك وهم ليون ومونتيري، وفي فريق من امريكا اللي هو فريق سياتل اللي لعب النادي الاهلي في اخر نسخة في كاس العالم للانديه. دول 12 فريق المفروض يكملوا 32 فريق، يعني فاضل 20 فريق. طبعا اغلبيتهم هيبقى من فرق قارة اوروبا، وهتبقى مطحنة، يعني هتبقى كاس عالم مطحنة 32 فريق. طبعا النادي الاهلي اكيد هيبقى في مجموعته فرق من اوروبا وفرق من اسيا وفرق من امريكا الجنوبيه. هتبقى بطوله قويه جدا، بس هتبقى متعه، والنادي الاهلي ان شاء الله ربنا يكرمه ويقدر يحقق مركز كويس. زي ما اتكلمنا طبعا تاكيد على دوري السوبر الافريقي، خلاص تاكيد انه هيتلعب في اكتوبر. طبعا هو هيتلعب زي ما قلنا 8 فرق متقسمين متصنفين تصنيف اول تصنيف تاني. التصنيف الاول في الاهلي والوداد والترجي وصن داونز، والتصنيف الثاني موجود فيه مازيمبي وانيمبا وسيمبا التنزاني وبيترو اتلتيكو الانجولي. كل فريق من التصنيف الاول هيلاعب فريق من التصنيف الثاني، مباراة إقصائية ذهاب وعودة حتى الدور النهائي، وهيتلعب في فترة قصيرة جدا، ممكن تلعب تقريبا في حوالي خلال شهر. يعني البطولة هتبدأ وتخلص في فترة زمنية تقريبا 20 يوم أو 25 يوم. إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي إنه يحصد أول نسخة إن شاء الله. آخر كلامنا هيكون عن الوداد المغربي والترجي التونسي. الوداد المغربي من ساعة ما حصد بطولة دوري أبطال أفريقيا السنة الماضية ظلما وعدوانا من النادي الأهلي، من ساعتها بيعيش أيام سوداء. نادي الوداد من ساعتها خسر 5 بطولات حتى الآن، خسر كاس العرش وكاس السوبر الأفريقي من نادي نهضة بركان، وخسر دوري أبطال أفريقيا من النادي الأهلي من كام يوم، وخسر الدوري امبارح من الجيش الملكي، وخسر في كاس العالم للانديه من الهلال السعودي في اخر نسخه. طبعا امبارح الجيش الملكي حصد بطوله الدوري في اخر دقيقه بعد ما كان متعادل 2-2 مع اتحاد طنجه، والنتيجه دي كانت تخلي الوداد يفوز بالبطوله. ضربه جزاء تحس انها متعمده من مدافع اتحاد طنجه مع مهاجم الجيش الملكي في الدقيقه 93، ضربه جزاء يسجلها الجيش الملكي ويحصد بها بطوله الدوري. وكانت ليله دراماتيكيه على نادي الوداد ومشجعينه، ليلة صعبة جدا، وسيناريو كان صعب وقاتل بالنسبة لهم، سيناريوهات قاتلة بقت كتير قوي بالنسبة لنادي الوداد. آخر حاجة بالنسبة للدوري التونسي، فنادي الترجي خلاص على شفا حفرة من يخسر الدوري. الأقرب ليه نادي النجم الساحلي. نادي النجم الساحلي عنده مباراتين محتاج منهم نقطة واحدة بس يحصد بيهم اللقب الغالي. فطبعا دي مهمة مش صعبة خالص بالنسبة للنجم الساحلي. وزي ما شفنا اهو الترجي التونسي وشفنا الوداد، قوة أفريقية عظمى سقطت هذا العام، ويبقى الأسد الأهلاوي شامخا منذ نشأته، وهذا هو قدر النادي الأهلي أن يظل بطلا، وإن شاء الله يفضل بطلا من قبل وبطلا حاليا، وهيفضل بطلا إن شاء الله النادي الأهلي لأبد الآبدين. دمتم للأهلي ودام الأهلي لكم. السلام عليكم.